هاي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على لفات طرح جديده هتنفعك لو انت بتشتغلي او انت في الكليه او انت في المدرسه. هقولك على 3 لفات للطرح عمليه وسريعه، وكمان هتقعد معاكي وقت اطول من غير ما شكلها يبوظ. وكمان هقولك على انواع طرح حلوه جدا جدا جدا، وكمان هقولك على الوان طرح لازم تكون عندك في الدولاب بتليق على كل الهدوء. وكمان هقولك ايه احسن نوع بندانه تستخدميه. فلو انت بقى لسه محجبه جديد او انت اصلا محجبه، فتعالي النهارده هقولك على كام حاجه كده او كام يعني حاجه تشتريهم في الحجاب، بجد هينفعوك جدا 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 جدا. وكمان هقولك على لفات طرح 3 لفات بجد انا لما بعملهم بيبقوا ثابتين مش بيتحركوا من مكانهم، وبيبقوا حلوين جدا وعمليين. كمان لو انت عندك مشوار سريع ممكن تعمليهم، وشكلهم بيبقى حلو جدا جدا جدا. فلو انت بقى عندك مناسبه، لو عايزين اعمل لك لفات تروح للسواريه قولي لي في الكومنتات. لو عايزين اعمل لك مثلا للمدرسه حاجات جديده قولي لي في الكومنتات. للكليه برضو لو عجبك فكره الفيديو دي قولها لي في الكومنتات. يلا بقى بينا نبدا الفيديو. اول نوع طرحه لازم يكون عندك او عند اي بنوته وهو الشيفون. الشيفون زي ما انا لابساها دي في منها نوعين، في منها النوع الخفيف اللي هو شبه ده، وفي منها النوع التقيل، وفي منها الطرح الطويله، وفي منها الطرح القصيره. ده على حسب انت بتحبي الطرحه الطويله ولا الطرحه القصيره. انا بالنسبه لي عندي الشيفون الطويل والشيفون القصير، تمام؟ دي قصيره، تمام. يبقى اول حاجه دي الطرحه الشيفون اللي هي بتبقى كده، بتبقى خفيفه، بتبقى عمليه جدا جدا في الصيف. بتبقى حلوه في الصيف لانها بتبقى خفيفه مش بتبقى تقيله على شعرك او على راسك، فبتبقى حلوه جدا جدا جدا، تمام. طيب بس الطرحه الشيفون دي ما ينفعش ان احنا نلبسها من غير بندانه. الطرحه الشيفون دي لازم يبقى تحتيها الطرحه البندانه القطن اللي هي اسمها بندانه سوري، اللي هي شبه دي كده، بتبقى قطن وبتبقى تقيله علشان بتلبسيها وتلبسي عليها الشيفون، عشان الشيفون بيبقى خفيف وبيبين شعرك، فلازم نلبس البندانه دي علشان كمان ما تتزحلقش منك، تمام. دي اول حاجه. تاني نوع واللي انا بحبه وهو النوع ده الجل. كلنا عارفينها وكلنا عارفينها، هي نوعها يعني معروف ومن زمان اصلا كل الناس بتستخدمه، هو نوع الجل ده. وعايزه اقولك ان انا بعشق نوع الطرح الجل عن الطرح الشيفون او الطرحه الكريب او الطرح التانية. انا بالنسبه لي الطرح الجل دي نمبر 1، بعد كده الشيفون، تمام. في بقى ناس اصلا ما بتحبش الجل، لا انا بحب الطرح الجل، بعد كده الشيفون، بعد كده الكريب، تمام. عشان كده اغلب لبسي بحب الشيفون والجل دي، تمام. يبقى النوعين اللي انا بحبهم ومفضلهم هما النوعين دول، تمام. وبتهيألي كل واحده بقى وذوقها، بس انا بقول لك يعني ان انا بحب ايه وما بحبش ايه. يبقى اول نوع معانا اللي هي الطرحه الشيفون والطرحه الجل. طيب ده الالوان بقى اللي هي لازم تكون عندك وبتليق على كل حاجه، هي اللون الاسود، الطرحه السوداء، الطرحه البيضاء، الطرحه البيج، تمام. الاسود الابيض البيج الاوف وايت، دي اكتر الوان لو لبستيها على اي طقم صدقيني هتليق على اي حاجه وبتدي شكل حلو جدا 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 جدا. فلو انت محجبه جديد تمام ونازله تشتري طرح للحجاب، عايزه اقول لك ما تنسيش السوداء البيضاء البيج الاوف وايت، دي اكتر الوان بتليق على كل اللبس وهتنفعك كتير جدا 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 جدا، تمام تمام. عايزه اقول لك كمان ان الاحسن بندانات هي البندانه القطن اللي بتبقى مقفوله، اللي هي البندانه القطن اللي بتبقى شبه دي كده، عشان انا لابساها دي بتبقى حلوه جدا جدا. اول حاجه مش بتخلي الطرحه تتزحلق من مكانها، وكمان بتدي شكل حلو جدا جدا للحجاب. يلا بقى اقول لك على لفات طرح جديده، اللي هما 3 لفات دول هينفعوكي الكليه وهينفعوكي للمدرسه وهينفعوكي كمان للشغل. بصوا الطرحه الشيفون اهي، ودي البندانه القطن اللي بقول لكم عليها اهي، تمام. بنلف بقى اول لفه معانا لفه رقم 1 اللي هي بصي بنعملها كده، تمام. بصوا انا مش بحب ابين شعري، انا كنت ببين شعري تمام، بس دلوقتي بقيت يعني بداريه، فممكن تداري شعرك او تبينيه، دي حريه شخصيه. وبعد كده بتعملي كده بتخليهم قد بعض، وبعد كده بتعملي كده، تمام اهي كده. دي كده اللفه دي انا بعشقها. اول حاجه اللفه دي مريحه سهله، تمام. عايزه تثبتيها كده كده البندانه القطن هتثبتها، بس برضو حطي دبوس هنا ودبوس هنا ودبوس هنا بيثبتها وبيبقى شكلها تحفه 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 تحفه. بصوا وسهله هي، بس بتخليهم قد بعض كده، تمام اهو قد بعض. وبعد كده بتعمليها كده بالراحه وبتعمليها كده، بس كده خلصنا. تاني لفه طرحه برضو انا بحبها بقى، بس هنعملها بالطرحه الجل، تمام. اكتر يعني لو انت عندك طرحه جل وعايزه اكتر
طريقه او اكتر لفه هتثبت من طرح الجل اللي هي بتبقى كده. تمام، برضو هنخليهم قد بعض وهنعمل واحده كده. بصوا استنوا، هنعمل واحده كده وهنجيب دي، يعني احنا عملنا واحده كده وواحده كده اهو اهو. بصوا شكلها حلو ازاي دي. بصوا اقسم بالله لو انت في مدرسه او انت في شغل، الطرح الجل دي ثابته معاكي 100%. وعايزه اقولك ان اللفه دي اصلا ما بتتحركش من مكانها، اقسم بالله ثابته. لو انا عايزه طرحه ثابته وطرحه ما بتقعش وشكلها يفضل ثابت، بعمل اللفه دي بالطرحه الجل اللي هي دي. تمام. تالت بقى لفه طرحه وبتبقى حلوه برضو، اللي هي بتبقى كده بتتعمل بالشيفون وبالجل عادي. تمام، بنعمل كده. تمام، اللي هي بقى طرح لفه زمان دي، عارفينها. بنجيب الطرف القصير ده وفي طرف طويل. الطرف القصير هنعمله كده، بصوا زي ما انتوا شايفين. بصوا بنعمله ازاي، بنقفله كده. تمام، وبنجيب دي ونعملها كده كده. بصوا بتبقى كده. تمام، ماشيين اهي واهي، وبتبقى كده. وبنحط دبوسيه كده، يا اما بنعملها كده. تمام، بصوا تعمل كده بجد بيبقى شكلها حلو جدا جدا. بصوا شكلها بجد بيبقى حلو جدا جدا، وبرده بتليق على كل الهدوم. فكده انا قلت لك على 3 لفات طرح، وكمان قلت لك على الطرح المهمه. ولو عجبك الفيديو بقى بتاعي